شينشي ضحية إهمال عائلتها الثرية وعائلة سو التي فضلت عليها أختها المزيفة سو روان. بعد أن أصيبت بالشلل والتشوه وماتت بسبب سرطان الدم جراء مكائد روان، يعود القدر ليمنحها فرصة ثانية. تستيقظ شين شي في جسدها الشاب. لطالما تمنيت حبهم، لكن الظلال كانت تحيط بي. لقطة مقربة لوجه شين شي الشاحب، عيناها مليئتان بالدموع، وهي تجلس في زاوية غرفة مظلمة بقصر عائلة سو. يدها النحيلة تمسك صورة قديمة لعائلتها المبتسمة، لكنها تبدو خارج الإطار. روان: سرقت كل شيء، حتى مكانتي. لقطة سريعة لسو روان تضحك مع والديها في غرفة معيشة القصر الفخمة، بينما شين شي تنظر من بعيد من خلال باب مفتوح، تعابيرها حزينة. مكائدها قادتني إلى الشلل والمرض، ثم الموت. تتابع سريع للقطات يد شين شي المشوهة، ثم كرسي متحرك فارغ، ثم جهاز مراقبة قلب في مستشفى يظهر خطا مستقيما. لكن القدر أعطاني فرصة ثانية. فتح شين شي عينيها فجأة في غرفة مشرقة، تنظر إلى يديها، ثم إلى انعكاسها في المرآة. تظهر ملامحها الشابة المشرقة، وابتسامة تصميم على وجهها. عدت في جسد الفتاة ذات 17 عاماً. هذه المرة لن أكون الضحية. شين شي تقف أمام مرآة، ترتدي فستاناً أنيقاً جديداً، تدير ظهرها للكاميرا ثم تستدير ببطء، وعيناها مليئتان بالتصميم. أول شرارة في الانتقام. كشف زيفك يا روان. شين شي تجلس على مائدة الإفطار في قصر عائلة سو، تنظر إلى سو روان التي تبتسم ببرود، بينما يتناول الوالدان الطعام بلا مبالاة. تظهر ابتسامة خفيفة على شفتي شين شي. حقيقتك ستنكشف أمام الجميع. في قاعة المدرسة الثانوية، تظهر شاشات كبيرة تعرض وثائق تثبت غش سو روان. يظهر وجه سو روان المذعور، بينما الطلاب يتهامسين. سقط القناع.